بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإيطالي ومنظمة أديان من أجل السلام على جهودهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام. والحقيقة أن الموضوع الذي نحن بصدده اليوم وهو مكافحة الكراهية على أساس الدين والمعتقد يمثل تهديدا حقيقيا لنسيج المجتمعات وأمنها، غير أنني أود أن أتناوله من زاوية أكثر شمولا تتجاوز الأطر الدينية الضيقة وتنطلق من إدراك أوسع لجذور هذه الظاهرة وتجلياتها في واقعنا المعاصر. إن الكراهية على أساس الدين أو المعتقد لا تنشأ من فراغ، بل تتغذى على روافد متعددة من التحيزات الثقافية والعرقية التي تنتج خطابا تمييزيا وعدائيا تجاه الآخر المختلف ثقافيا، وهو ما يتجلى بوضوح في الصور النمطية السلبية التي ما تزال حتى يومنا هذا تستهدف العرب والمسلمين في بعض المجتمعات الغربية. ونحن هنا لا نتحدث عن كراهية عابرة أو خطاب فردي، بل عن كراهية مؤسسية تتجلى في الإجراءات التمييزية التي تستهدف جنسيات وشعوب بأكملها، ونراها في الخطاب الإعلامي المتطرف في سوق العمل وفي قوانين الهجرة وفي السياسات الأمنية، كما نراها اليوم بشكل أكثر تطرفا في الموقف الدولي المتخاذل تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض على مدار أكثر من عام ونصف لأبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في ظل صمت دولي مخجل، وكأن الدم الفلسطيني ليس مثل دماء باقي البشرية. والحقيقة أن هذا الصمت الدولي المخزي هو صور بشعة من صور الكراهية والعنصرية التي تمارس بأدوات سياسية. أصحاب المعالي والسعادة، إن العالم الذي يدين الكراهية حين تصيبه ويسكت عنها حين تصيب غيره هو عالم فاقد للمصداقية وفاقد لشرعيته الأخلاقية قبل السياسية. لقد آن الأوان أن نضع حدا للنفاق الدولي وازدواجية المعايير، وأن نعيد للعدالة معناها وللكرامة الإنسانية احترامها أيا كانت العقيدة أو الهوية أو الانتماء. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.